السيد المستشار ماهر سامي، السيد المستشار الجليل ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسم المحكمة الدستورية، الذي هو عضو في المحكمة التي ستنعقد يوم 12 اللي جاي للنظر في الطعن المرفوع أمامها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى. ماذا قال المستشار ماهر سامي الذي هو عضو أصيل في هذه الدائرة عن الطعن الذي سينظره يوم 12 اللي جاي؟ هل كون عقيدة؟ هل كون رأي؟ هل أبدى رأي فيه؟ هنشوف مع بعض. دي المجلة دي اسمها مجلة الدستورية. هذه المجلة تعودنا عبر تاريخها الطويل انها تنشر الابحاث القانونية، الجديد في الاحكام، انتقاد لبعض المذاهب الفكرية القانونية وهكذا، حتى نتعلم ونشارك بالكتابة وغيره. النهاردة الوضع اختلف. مستشار ماهر سامي كاتب ان في هجمة على المحكمة الدستورية، وكانت بداية الهجمة الشرسة التي شنها هؤلاء الذين لا نسميهم، هو مش عايز يسميهم، في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 في القضية رقم كذا لسنة كذا الدستورية، والذي قضت فيه بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب. فأوغر صدور البعض الذين حرموا من مصالحهم، بيصف نواب الشعب بأنهم أصحاب مصالح، في الاحتفاظ بمقاعدهم في المجلس المقضي ببطلانه. وانتظم هؤلاء في تشكيل يغلب على وصفه بأنه عصابي. المستشار ماهر سامي يغلب على وصفه بأنه عصابي للنيل من المحكمة وقضاتها ثأرا مما أصابهم من خسارة، إيذاء وتشهيرا وتعريضا وإهانة وتطاولا. بعدين يرجع يقول إيه بقى؟ لكن ما نعرفه جيدا أنه بعد أن ينقشع غبار هذه المعارك الوهمية سيكتشف كل من شارك في إطلاق النار على المحكمة الدستورية أنه قد ارتدت قذيفته إلى صدره، وأن مرتزقة هذه المعارك سيكونون أول ضحاياها. الذين قدموا هذا المشروع مرتزقة وهيرتد إلى صدر. يعني إيه هيرتد إلى صدرهم؟ والثلة الضئيلة من المشتغلين بالقانون دراسة أو مهنة، الذين ملأوا الآفاق لغوا بما أطلقوه من آراء وفتاوى وأحكام واجتهادات بقصر نظر وضيق أفق وغيبة ضمير، هم أول من يعلم زيفها. تحمل الهجوم والتطاول والتسفيه لأحكام المحكمة سوف يثوبون يوما إلى رشدهم بعد أن خانوا أنفسهم وخالفوا ضمائرهم وتجاهلوا كل ما تعلموه من مبادئ ومعارف. حين يصدر قانون المحكمة الدستورية الجديد وقتها فقط سوف نعرف على وجه اليقين إلى أين تمضي المحكمة الدستورية. الواضح جدا إن إحنا لازم نقف عند من سيكون أول ضحايا القذائف. ما هو المقصود؟ هل المقصود أنه سيصدر يوم 12 اللي جاي حكم بحل مجلس الشورى؟ وهل يجوز أن يصدر قاض رأيا في حكم أو في طعن متداول أمامه؟ وهل يجوز أن يخرج ما في نفسه من اعتقاد وفكر يسبق تاريخ الجلسة؟ قانون المرافعات المصري بيقول القاضي في الحالة دي لا يصلح لمباشرة هذه الدعوة ولا يصلح لنظر هذه الدعوة، ويجب عليه إما أن يحال إلى الصلاحية وإما أن يتنحى، أو الأفضل أن يستقيل من المحكمة الدستورية. جبهة الضمير بتقول أنها لن تقف مكتوفة الأيد لا من محاولات البعض للحفاظ على مصالحه الشخصية وللحفاظ على موقفه في عدم رفع الحصانة حتى الآن عنه من مجلس القضاء الأعلى، وهذا التباطؤ الغير مبرر من مجلس القضاء الأعلى في وجوب رفع الحصانة عن بعض المتهمين بالاعتداء على المال العام واستغلال النفوذ والتربح. ولن تقف أيضا جبهة الضمير مكتوفة الأيدي عن بعض الذين تلقوا أموال، بنقولها للمرة الثانية عشان قلناها في المؤتمر الأولاني وبنأكد عليها النهاردة. بعض القضاة تلقى أموالا خارج إطار القانون. لن نقف مكتوف الأيدي، سوف نواصل، كما أننا لن نقف أيضا مكتوف الأيدي أمام هذا الكلام. فاضل أو ناقص فقط يقول حكمت المحكمة ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، ويجب على مجلس الشورى ان هو يروح بيته. هو ده السطر الوحيد اللي فاضل، وبالتالي سنظل نتابع يوميا وكل ساعة من هنا لغاية يوم 12 هذه التطورات. هل سيتم اتخاذ إجراء مع كاتب هذه المقالة
أم أن مش هيتخذ إجراء، وبالتالي هنظل في حالة انعقاد دائم لمواجهة مثل هذا التغول ولمواجهة هذه المخالفات القانونية الدستورية التي تصدر صباح مساء. شكرا. شكرا للأستاذ عصام.